أنا عندي سؤال عصام، هل الأرجنتين وفرنسا بس يعني ميسي ومبابي؟ لا مش منتخب فرنسا طبعا كله فيها كله نجوم، كلهم لاعيبه بتلعب في احسن انديه في العالم. نفس الشيء الارجنتين، بس الفرق ان المنتخب الارجنتيني عنده ميزه اكتر شويه الفتره الاخيره. كل اللعيبه اللي في المنتخب الارجنتيني كلهم كان زمان ميسي هو اللي بيشيل الارجنتين بيحاول يعمل حاجات كتيره، بس هو كان ايد واحده ما بتسقفش. دلوقتي بتلاقي اللاعيبه كل الفكر بتاعهم هو نفس فكر ميسي، كلهم بيخدموا عليه، كلهم عندهم هدف واحد ان هم عايزين ياخدوا كاس العالم، عشان اكيد عشان الارجنتين وبالاخص ميسي، زي ما حصل في كوبا امريكا نفس الحكايه. كل اللعيبه بتخدم على ميسي وبتساعده وبتعمل معاه نفس الروح، نفس الترابط، اللعيبه كلها مع بعضها. منتخب فرنسا كله نجوم، عنده اقوى خط هجوم، عنده خط نص على مستوى عالي، خط دفاع، حارس المرمى بسم الله ما شاء الله عامل الماتشات الاخيره كلها هو صاحب فضل ان هو يوصل للمباراه النهائيه. اتوقع ان هي هتبقى مباراه صعبه، ما فيش لها اي توقعات، ما تقدرش تقول مين اللي هيكسب، لان الاثنين كلهم كان هنا ميسي، هنا مبابي، هنا اقوى خط هجوم، هنا نفس الحكايه. بس بيتهيالي المباراه صعبه، واللاعيبه اللي هنا اللي موجوده في الارجنتين هي نفس مستوى اللاعيبه اللي بتلعب في منتخب فرنسا. بيتهيالي مباراه صعبه، اللي هيبقى عنده اللي هيقدر يستفيد من اخطاء مثلا ان كان منتخب الارجنتين او منتخب فرنسا هو اللي هيكسب، واللي عنده روح واصرار ان هو عايز ياخد كاس العالم هو اللي هيكسب بكره ان شاء الله. جاسم شوف، بالنسبه لي على سؤالك اشوف خالد الافضليه رايحه كجماعيه حق منتخب فرنسا. اكثر نجوم منتخب فرنسا بالنسبه لي يلعبون بدوريات، لاعبين بدوريات كبيره بانديه كبيره، يلعبون افضل من منتخب الارجنتين. منتخب الارجنتين عايش خالد على ميسي، يعني الصراحه تتكلم بواقع. ميسي متى ما مسك كره تشوف فريق الارجنتيني فريق خطر، فريق ينافس على الهجوم، فريق يقدر يسجل باي وقت. في المنتخب الفرنسي لا، عنده كذا حل، عنده عثمان ديمبلي، عنده جيرو، عنده كريزمان، عنده عثمان ديمبلي، عنده الاظهر اللي خالد، عنده حلول وايد، حتى بالكرات الثابته عنده حلول. المنتخب الارجنتيني لا، يلعب بالروح والقتاليه، وعندهم لاعب واحد اللي هو المفتاح اللي يقدر يسوي شيء، كل شيء. ميسي الان لما شفنا لاعب الفارز سوى له حل ثاني معاه. بس بالنسبه لي انا خالد اشوفها رايحه صوب فرنسا كأمنية، اتمنى ان ميسي ياخذها. يا خالد انا ما بيكم تتكلموا عن توقعاتكم وامنياتكم الحين، انا اتكلم الحين على عناصر. اوكي، شخصين ميسي امبابي. شبه طبيعي، اعظم نهائي كاس العالم من اعظم المباريات اللي ممكن يشاهدها العالم كله بارقام قياسيه لقدره الفريقين. في النهائي خالد 50-50، بس في كل فريق في ميزات يختلف عن الثاني في القوه وفي الضعف. اذا جه عند منتخب فرنسي اثبت في هذه البطوله فريق قوي وقادر يحقق في البطوله. ميزته في الشق الهجومي، في الحلول وفي السرعات مبابي الفرديه، يعني لعب عندنا امرين، امر جماعي وامر فردي اللي بيقوم به مبابي عموما. لكن في نص المحور بعد عندهم قوه، لكن عندهم في الجانب الشق الدفاعي مش بهذيك القوه، في اخطاء كثيره، ارتكبوا ضربات جزاء في بعض الاحيان، في مساحات. في المقابل الفريق الارجنتيني عندما تعطيه مساحات معروف ميسي، لذلك بعض الناس قد نخفي الارجنتين لانه سحر ميسي اخفى فريق الارجنتين كامل. بالعكس نتحدث عن الارجنتين اقوى شق دفاعي خالد، شراسه، قوه، عدم عطى الفريق الاخر مساحات، انقضاض، يعني في انقضاض على الكره، مساحات ما ممكن يتركوا لك اياها فريق الارجنتين، وهذا بالدليل اللي شفناه في معظم المباريات. في شق الهجوم عندهم السرعات، يعني ميسي قادر صناعه اللاعب، لعب في الفتره الاخيره مع 4 اهداف له. عموما مباراه قويه صعب التنبؤ فيها، لكن شوف بعض الاحيان خالد البطوله قد تكون في مؤشر روح الابطال او شخصيه البطل في مين. اولا الجمهور، ثاني حاجه لا تنسى سلاح الجمهور مهم، يعني الارجنتين بكره كانه بيلعب في ارضه، الفرنسيين عندهم 6000 مقابل يا خالد تقريبا 80,000 ارجنتيني. العمليه صعبه، التشجيع تعرفوا الحماس، لاعب كره القدم يعتبروا سلاح الجمهور رقم 1. نتكلم على حلول التهديف. احمد تفضل طرحه.
نتكلم عن الحلول التهديفيه ونتكلم عن مشكله او فوارق كبيره موجوده بين الفريقين. واحده من اكبر الفوارق اللي انا بشوفها بين الارجنتين وفرنسا، فرنسا فريق بيلعب على اكثر من لون، فريق من الممكن انه يلعب باكثر من اسلوب باكثر من ظروف وتمشي مع الامور. يعني على سبيل المثال المنتخب الفرنسي ما عنده مشكله يلعب 90 دقيقه تحت الضغط، يلعب 90 دقيقه من دون كره، والجماهير نفسهم بيكونوا متوقعين هذا الشيء، المدرب نفسه بيكون متوقع هذا الشيء، واللاعبين نفسهم ما بيكونوا مضغوطين هم بيلعبوا بهذا الاسلوب. بينما المنتخب الارجنتيني عندنا مشكله كبيره تواجدت فيه في كل مباراه لعبها المنتخب الارجنتيني واستقبل لعب، استقبل اهداف وكاد انه يخسر. يعني مع استراليا استقبل لعب في اخر ربع ساعه كاد انه يخسر، مع المنتخب الهولندي استقبل اهداف. هاي المشكله حتى في اول المباراه اللي استقبل فيها لعب امام كرواتيا شاهدنا المنتخب الارجنتيني استقبل لعب وكاد انه يستقبل هدف او ما كان في اوج عطائه. المنتخب الفرنسي من الممكن كمان يلعب بالاسلوب اللي بده اياه ديشام، انه نلعب من دون كره، ويتكيف هذا الفريق الفرنسي يتكيف بطريقه رائعه جدا مع المنافس، بحيث انه يعطي مسارات محدده ليمشي بالكره ومن ثم يشن الهجمه المرتده. قوه المنتخب الفرنسي لا تكمن بالهجوم المنظم بقدر ما تكمن على خطف الكره من منتصف الملعب وشن هجمه سريعه. وهون اذا بدك تحكي لي وين مشكله المنتخب الارجنتيني بخط وسطه، المنتخب الارجنتيني يفقد العديد من الكرات في منتصف الملعب، وبالتالي هذا اسلوب راح تكون بيئه مناسبه للمنتخب الارجنتيني للمنتخب الفرنسي انه يعتمد على خطف كره من منتصف الملعب وشن هجوم. المنتخب الارجنتيني مثل ما تفضلوا الاخوان مهاريا فنيا حل يجي فني بيجي فقط من ميسي او من يلا محمد تفضل. خالد، المنتخب الفرنسي الحلول عنده طبعا اكبر واكثر وهالشيء واضح. منتخب الارجنتين مشكلته كلها في خط الوسط، ما عندهم الا حل واحد هو ميسي. لكن اذا خلينا نروح على نرجع للمنتخب الفرنسي، الان في اشكاليه كبيره او معضله كبيره تكلمت عنها اغلب الصحف في الساعات اللي احنا كنا موجودين فيها هنا برنامج المجلس، اللي هي احتماليه غياب جيرو عن المباراه النهائيه. جيرو يعاني من الام في الركبه وقد لا يكون اساسيا، ربما يلعب، ولكن اغلب الصحف الان العالميه وخصوصا الصحف الفرنسيه، نتكلم عن ليكيب وعن لابرسيان، تقول الصحف هذه ان احتماليه عدم وجود جيرو كبيره جدا 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 يعني. فهذه بتكون مشكله للمنتخب الفرنسي. لكن بشكل عام على مستوى الحلول احنا نشوف فرنسا افضل، وربما يعني ناخذها على 65% مقابل 35% للارجنتين. سامي تفضل. هناك فرق كبير بين فرنسا والارجنتين، يعني لا داعي للمقارنه. فرنسا هو فريق مكون من لاعبين على احسن تكوين واحسن تكوين في العالم منذ 75 وجورج بولون. الارجنتين سكالوني مكونه حول ميسي. سكالوني فهم بان اذا اراد الفوز بكاس العالم مع ميسي يجب ان ياتي بلاعبين يلعبون فقط لميسي وان لا ياتي بنجوم، خصوصا النجوم الارجنتينيين ماشي في المستوى العالي. لكن اظن ان لم يتكلم احد على خاصيه مهمه غدا في النهايه، هي الجمهور. الجمهور الفرنسي كاين 3000 ولا 4000، الجمهور الارجنتيني كاين 50000 زائد. تنظن كل العرب 90% ديالهم مع ميسي غدا، ولذلك الجمهور عامل الجمهور وعامل ميسي يعطي الكفه اكثر للارجنتين رغم قوه المنتخب الفرنسي اللي بالنسبه لي انا العمق ديال الدفاع ديالو ماشي بنفس القوه ديال الفريق الاخر، وبالتالي العمق ديال الدفاع هو اللي يمكن يكون حلقه ضعيفه امام ميسي. انا حسب اعتقادي انا كي تشوف المنتخب الفرنسي خاصه وقت اللي نحكيو على ملاعبيه في مستوى عالي، كي نحكيو على ديمبيلي ونحكيو على ملاعبيه جرينزمان اللي بالحق من الملاعبيه اللي قادر يعمل الفارق، خاصه في التمريرات اللي تكون معناتها في ما بين في المحور ما تعطي للمهاجم احسن ما يمكن في وضعيات هجوميه. اليوم الحلول الفرنسيه انا حسب اعتقادي انا موجوده اكثر بالنسبه للمنتخب الفرنسي، خاصة كيلان مبابي اللي هو لاعب سريع وقادر يعمل الفارق. وفي كرة القدم السرعة مطالبة مهمة معناتها في كرة القدم، انك اليوم خاصة وقت اللي تحب تلعب الهجمة المرتدة تلقى ملاعب كيما جرينزمان ينجم يعطيك تمريرة حاسمة تنجم تعمل الفارق. هذاك علاش اليوم نحكيو على منتخب فرنسي بصفة عامة اجمالا نشوفوه متكامل اكثر من الفريق الارجنتيني اللي تنجم تعمل محاصرة لصيقة بالنسبة بالنسبه لاي لاعب ينجم يخلق له مشاكل. انت مالك خص في الجهه اليسرى. يلا
يسوي رياضه، هو يسوي رياضه قاعد خالد بكره المباراه نتوقعها يعني ما وجه لك 50-50 وهذه يعني شيء واضح يعني الفريقين واصلين للنهائي يعني خلاص الحين في النهائي كل الفروقات زايله. اليوم الكل راح يظهر ما عنده. شفنا المنتخب الارجنتيني لديه دفاع مميز وفي وسط الملعب لديه لاعبين مميزين وقادرين حتى في الهجمات المرتده لديهم لاعب جيد يخلص الكوره. وميسي موجود يا خالد. الناس يا خالد زعلانه عليه وتسب ميسي ترى. والله ما حد قال لك لا لا خليني اقول لك الحين انا احب اوضح لهم. انا ايش قلت يا خالد؟ قلت في بعض المباريات اعطوه الجائزه لميسي وهو ما يستحق. انا اتكلم عن المباراه الاخيره. المباراه الاخيره الفارس مسجل جولين ومسبب بلنتي، هذا ياخذ احسن لاعب في المباراه. تصور خلينا نقول ميسي مكان الفارس والفارس مكان ميسي، من بيعطون الجائزه؟ لا انت تتكلم لا انا اتكلم الحين مع الارجنتينيين يا طلحه ابو عمار. الجائزه من بياخذها؟ لو قلنا ميسي محل فارس والفارس محل ميسي. مسجل هدفين ومصانع بياخذها ميسي. زين هذا اللي احنا نقوله. انا هذا اللي قلته. المفروض انه ياخذها الفارس بما انه سجل هدفين صنع والبلنتي. شوف لو كان انا ما كنتش بالحلقه ولكن لو كان انت بهاي الجزئيه لحالها يعني انا بتفق معك. لا انا اتكلم بهالجزئيه. الناس ما فهموني بسبه هذه الجزئيه. وانا تعرفني انت يعني انا مش من متابعين السوشيال ميديا ولكن واجهت حتى اشخاص خارج يعني في اماكن عامه وسالوني هالسؤال. قلت يمكن انتم ما فهمتوا ايش القصد اللي انا اقصده. يعني انت بتوضح ان ميسي لاعب كبير واسطوره. يا حبيبي انا اللي بغدى الحين جاي بقول ميسي لاعب كبير ولا صغير؟ ميسي يا حبيبي ختم كرة القدم لا بالعشرة كذا. الله عليك ابو علي. انا اقول لك الصراحه خلص. طيب. هذول الاساطير انتهوا يعني سووا كل شيء. يعطيكم الصحه. انتم متفقين مين ابو الجاز؟ مفتاح ولا ايه؟ مفتاح مفتاح اه لا ولو معايا عربية واحنا كنا جايين بعربية اه شوف المدعكة دي يا باشا.